في فيديو النهاردة اللي يعتبر من أهم الفيديوهات لكل طالب جامعي جديد. النهاردة هنتكلم عن 10 نصايح لازم تكون عارفهم قبل ما تدخل الجامعة، واللي حقيقي كان نفسي حد يقولهم لي قبل ما ادخل الجامعة. أول نصيحة معانا وهي إنك تكون جريء، بمعنى يعني أثناء المحاضرة أو السكشن لو أنت في سؤال مش فاهمه أو أثناء الشرح ما سمعتش حاجة، ارفع إيدك وقول للدكتور أنا مش فاهم أو الحتة دي عيدها لي تاني، عشان ده من حقك. وكمان حاجة لازم تتأقلم بسرعة. يعني إيه؟ يعني ما تكونش متعزل عن الناس. أنا عارفة إن معظمنا داخل الجامعة ومعهوش صحاب بتوع ثانوي وحاجات كتيرة كده جديدة بتقابله. أنا عارفة إن الحاجات دي كلها هتقابلك، بس حاول تتأقلم بسرعة مع الجامعة والصحاب الجديدة والحاجات دي علشان تستمتع بكل لحظة. تاني نصيحة معانا وهي صاحب ناس جديدة. أنا عارفة إن أول ما تدخل الجامعة مش معاك صحابك اللي أنت بتروح وتيجي معاهم بتوع ثانوي، هتحس نفسك وحيد. صاحب ناس جديدة تكون شبهك علشان تتأقلموا مع بعض بسرعة. وحاول تختار صحابك. انا عارفه ان كلنا ما في الاول ما بتبقاش عارف صفات الشخص اللي قدامك ده، او هو حلو او هو وحش، بس اي وقت حسيت ان الشخص اللي معاك ده او الشخص صاحبك ده فيه صفات مش شبهك، مش شبه اخلاقك، مش شبه تربيتك، ما تتغيرش للوحش اللي هو فيه، لا سيبه. تالت نصيحه معانا وهي شارك في انشطه الجامعه. أنا عارفة إنك داخل علشان تجتهد وتذاكر وتتفوق دراسيا، معظمنا بيبقى داخل عشان كده برضه. أنا بقولك شارك في أنشطة الجامعة علشان حقيقي أنشطة الجامعة هتغير فيك حاجات كتير. يعني إيه؟ هتخليك بدل ما انت انطوائي ومتعرفش تتكلم مع الناس كويس، الكوميونيكيشن بتاعتك مش كويسة مع الناس، مبتعرفش تتواصل كويس، هتخليك سوشيالي اكتر، هتخليك اجتماعي اكتر، هتقوي شخصيتك الاجتماعية اكتر. رابع نصيحة معانا وهي اقرأ كتير. هتقولي اقرأ ايه علاقة القراءة بالجامعة بالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة؟ القراءة او تثقيف الذهن هتخلي ذهنك أو مخك مليان بحاجات ليها علاقة بالدين أو ليها علاقة بالحياة الاجتماعية أو ليها علاقة بالثقافة العامة أو المعلومات العامة. هتخلي نفسك من جوه أثناء أي موقف، أي سؤال، أي حاجة، هتلاقي نفسك تعرف ترد، تعرف تحلل إذا كان الموقف ده صح، إذا كان الموقف ده غلط. لكن انت لو مخك فاضي هتبقى عامل شبه الإسفنجة. الإسفنجة دي في أي وقت هتلاقيها بتمتص أي حاجة من بره، عشان كده لازم تثقف نفسك ذهنيا. خامس نصيحة معانا وهي اتعلم انجليش أو اتعلم اللغة الإنجليزية، وخصوصا لو انت داخل كلية أو جامعة بتدرس باللغة الإنجليزية. مش عايزة أقولك أو أحبطك وأقولك إن انت لو ما اتعلمتش إنجليزي مش هتعرف تفهم حاجة، بالعكس انا بقولك اتعلم انجليزي وفي الوقت ده علشان تسهل عليك حاجات كتير. كان نفسي حد يقولي خدي كورس انجليش او اتعلمي انجليش على اليوتيوب، في قنوات كتيرة مجانية على اليوتيوب بتعلم الانجليش. يقولي كده قبل ما ادخل الجامعة كان هيسهل عليا حاجات كتيرة، يعني بدل ما انا كل شوية افتح جوجل ترانسليت اترجم الصفحة دي او انا مش فاهمة الترمينولوجي ده او الكلمة دي مش فاهماها اعمل كل شوية على جوجل ترانسليت. انت ما تتعلم انجليزي ان شاء الله ده هيسهل عليك فهم ودراسة اي حاجة باللغة الانجليزية او اي حاجة في المجال اللي انت هتدخله لو بتدرس باللغة الانجليزية. سادس نصيحة معانا وهي بطل تسوف. يعني ايه؟ يعني متجيش مثلا واخد محاضرة او سيكشن بسيط صغير تقول اركنه بعد كده هذاكره بتاع، لا انت كده هتراكم. وكمان المراكمة مع اللغة الجديدة مثلا الإنجليزية لو أنت ما كنتش بتدرسها في ثانوية عامة أو ما كنتش لغات، فده هيصعب عليك الموضوع. بعد كده هتقول لا الكلية صعبة والمادة صعبة ومش قادر عايزة أحول من الجامعة. طب ليه تعيش في الدوامة دي طالما ممكن تذاكر أول بأول؟ على فكرة أنت في الأول مش هتاخد حاجات كتيرة،
هيسهلوا عليك الموضوع ان شاء الله. بس انت ذاكر اول باول وبسط الموضوع على نفسك. سابع نصيحة معانا وهي قارن نفسك بنفسك. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش الجامعة وانت مثلا ما تكونش دارس انجليزي قبل كده، او ما كنتش لغات قبل كده، او ما خدتش كورس، تلاقي نفسك مش فاهم حاجة، وفي زميلك مثلا كان لغات وشاطر وفاهم مع الدكتور وكده، تقول طب انا مش فاهم ليه، وتضغط على نفسك. لا، قارن نفسك بنفسك، ما تقارنش نفسك بزميلك. انت ما تعرفش ظروفه، ما تعرفش قبل كده كان ايه. انت بقى قارن نفسك بنفسك. يعني انت النهارده لقيت نفسك مش احسن حاجه في الانجليش، لا بكره هحاول اكتر في الانجليش، هاخد كورس، هتعلم حاجه معينه. يعني قارن نفسك النهارده بمقارنه بامبارح. يعني امبارح ما كنتش متعلم حاجة، النهاردة اتعلمت مهارة جديدة، بكرة هتعلم لغة جديدة كده. حاول ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. تامن نصيحة معانا وهي اكتب انجازاتك. بمعنى يعني انت لو النهاردة انجزت حاجة معينة، او اتعلمت لغة جديدة، او بدأت في لغة جديدة، بمعنى او عملت انجاز معين في الجامعة، اتكرمت في شيء معين، اكتبه. ليه بقولك كده؟ علشان في ايام بتيجي علينا كده بنحس بالاحباط، احنا ما عملناش حاجة في حياتنا. تفتح بقى النوت دي او الكراسة دي وتلاقي نفسك ده انا كاتب اهو وعامل حاجات حلوة، لا اكمل انجازاتي دي واكتب اكتر واكتب اكتر. تاسع نصيحة معانا وهي خليك متواضع. يعني انت مثلا عملت انجاز كبير في حاجة معينة، او عملت حاجة، اتعلمت لغة، بقيت حاجة متميز فيها عن زمايلك، عن اللي حواليك، متقعدش تقول انا عملت حاجة دي، انا متميز، انا خلاص محدش قدي. اصل انت الحاجة دي انت عملتها بايه؟ اولا عملتها بتوفيق من ربنا ان هو اعانك ان انت تعمل الحاجة دي، وثانيا جهد منك. فانت تقعد تتفاخر بالحاجة اللي ربنا وهبها لك او ربنا ساعدك ان انت تحققها، طب ممكن تروح منك او تتحسد او يجيلك حقد من حد معين. طب ليه؟ خلي دايما نصب عينك ان انت الحاجة اللي انت عملتها دي حاجة صغيرة، اعمل حاجة اكبر، اعمل حاجة اكبر. يعني خلي دايما اي انجاز او حاجة بتدفعك لان انت تعمل حاجة اكبر منها، حاجة اكبر منها. ما تقولش لا خلاص انا كده محدش قدي، لا. عاشر حاجة معانا او عاشر نصيحة معانا وهي الاخيرة، وهي اقضوا حوائجكم بالكتمان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقضوا حوائجكم بالكتمان. يعني انت عملت حاجة في حياتك، او بتاخد كورس، او بتاخد حاجة ممكن تحسد عليها، ما تقولش على الحاجة دي. اعمل حاجتك وانت كتوم عليها. اصل محدش هينبسط لك على الحاجة غير انت واهلك. ايا كان اللي انت بتقوله ده مش هينبسط على حاجة زي ما انت متخيل، ده صاحبي بيحب لي الخير، لا. مفيش حد في الحياة بيحب ان حد يبقى احسن منه غير اهلك. اهلك بيحبوك دايما ان انت تبقى احسن منه. فخليك دايما كتوم على حاجتك او انجازاتك اللي انت بتعملها، او نجاحاتك اللي انت بتعملها. كده هنبقى خلصنا الفيديو. وعندك اي اسئلة تسيبوها تحت في الكومنتس، وهرد عليكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة.